كارثة مدمرة ممكن تدمر عالم السينما إلى الأبد بدون أي مبالغة. صدقني هاي الخبر ممكن يغير كل شيء، وتابع الفيديو للنهاية لأن فيه تفاصيل مهمة ما بيك تضيعها. شركة وارنر براذرز اللي هي وارنر بروز تعلن أن هي جاهزة لاستقبال عروض الشراء. تعال تقول لي الحين أنت تقول خبر مهم وآخر شيء هاي مين وارنر براذرز أصلا؟ وارنر براذرز واحدة من أكبر الشركات اللي تنتج أفلام. تقول لي مثل شنو؟ سجل عندك بس في آخر 11 سنة: انترستيلر، ذا باتمان، دون 1، دون 2، جوكر، بعد تبي وبس إن شاء الله بعد مرة ثانية باربي. كل أفلام نولان حرفيا عدا أوبنهايمر. بعد تبي كل أفلام دي سي. تقول لي لا أوكي ما عليه. بقول لك HBO، Game of Thrones، The Sopranos، Succession، عدد مسلسلات من الحين لباكر. زين بعدين شنو بيصير يعني؟ شنو اللي بيدمر السينما؟ في 4 احتمالات بتصير. الاحتمال الأول إن نتفليكس تشتريهم. تقول لي أوكي شيء زين. لا مو شيء زين. عطني في آخر 11 سنة أفلام لنتفليكس غير نايفز أوت. عطني اكتب لي في التعليقات إذا أنا غلطان. مسلسلات أوكي ممكن بيديرون الموضوع بشكل جيد، بس أفلام خصوصا نتفليكس حرفيا تحارب السينما. زين الاحتمال الثاني الأدهى والأمر ممكن ديزني. أنت متخيل يعني كمية الأشياء اللي عند ديزني؟ مارفل، على لوكس فيلم مال ستار وورز، على بيكسار مال تويز ستوري، كمية هائلة من الاستديوهات عند ديزني. يعني تخيل شركة واحدة تسوي مارفل وتسوي دي سي، يعني خلاص ما في منافسة، احترقوا هاي الأفلام. الاحتمال الثالث يشترونهم باراماونت، وهاي شركة بس تهتم بالبيزات فعليا يعني، بس يهتمون بالفلوس. الاحتمال الرابع يونيفرسال، وصراحة هاي الاحتمال اللي أبي يصير، لأن يونيفرسال سووا اوبنهايمر فواضح انهم مهتمين في السينما. فيعني انا صراحه ابي يونيفرسال هي تكون الخيار. بتقول لي هل في احتمال ان ورنر براذرز ما حد يشتريهم؟ اقول لك ممكن ولكن انت تذكر الحين في الجو اللي احنا فيه في منصات البث الاجواء تغيرت. ورنر براذرز وضعها نوعا ما زين، بس هي ما تقدر تنافس العمالقه مثل نتفليكس، مثل ابل، مثل امازون، مثل ديزني. هذين فلوسهم ما تخلص يا حبيبي، مستعدين يحرقون فلوس حرق. فورنر براذرز فعليا ما له حل تنباع. انا اقول ان شاء الله ما تنباع، او ان شاء الله يونيفرسال، بس اي خيار ثاني مأساة.